السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. معك علاء الدين من فضاء المعلوميات. مرحبا بك معي في هذه الحلقة الجديدة والبسيطة أيضا، التي سأتطرق معك إلى كيفية تحويل صورة إلى أيقونة ووضعها على ملفاتك. كما ترى هذا مثال، هذا كما ترى ملف وعليه أيقونة لوجو لموقعنا. أظن أنك فهمت الفكرة. نمر إلى الشرح. أولا، وجب الذهاب إلى هذا الرابط، ستجد الرابط أسفل الفيديو، ثم ننتظر ونضغط على تخطي الإعلانات. هذا هو الموقع الذي سيمنحنا هذه الخاصية. أول خطوة، نضغط على هذه الأيقونة الثالثة باللون الرمادي. تنبثق لنا هذه الصفحة. نضغط على بروز، نختار الصورة التي نريد تحويلها. أنا سأختار لوجو فضاء المعلوميات، ثم نضغط على هذه الأيقونة الزرقاء Convert. كما ترى هناك الموقع يمنحك إضافات. مثلا إذا أردت تحميل الأيقونة على ماك بوك أو لينكس أو نظام آخر، ما يهمنا هو الويندوز. نضغط على داونلود إيكو، هذه الأيقونة الخضراء، ثم نذهب إلى المكان التي حملت فيه الأيقونة. كما ترى لقد حملت الأيقونة. إذا أردت مثلا وضعها لهذا الملف مثلا، تضغط على بوطون دروا، ثم بروبريتي، ثم بيرسوناليزي، ثم تضغط على هذه الأيقونة التي توجد في الأسفل شونجي ديكون، ثم تضغط على باركورير. تذهب إلى المكان التي حملت فيه كما ترى، ثم تضغط عليها ثم تعمل أوكي. بعدها أوكي. كما ترى لقد تغيرت أيقونة الملف بلوجو فضاء المعلوميات. للإشارة، أنا في هذا الدرس سأضيف إضافة، وهي كيفية حذف هذه الكتابة من أسفل الدوسي كما هذا الدوسي. تضغط على بوطون دروا، ثم غونومي، ثم تأتي إلى هذه الكتابة المحددة، ثم تضغط بوطون دروا، ثم هذه الأيقونة ما قبل الأخيرة، ثم تضغط على الخيار الثالث ZWG، تضغط عليه وتنقر. كما ترى هنا يقول لي بأن هناك ملفين. كما ترى ستحذف هذه الكتابة. كنت سعيد بأن ألقاك في هذه الحلقة. لا تنسى زيارة صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا لما لا. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.